السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم رشيد. اليوم حاضره معنا واحد الضيفه ممثله مغربيه. هذه الفنانه هذه تألقت في مجموعه من الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه، تعرف عليها الجمهور ماشي فقط كممثله ولكن كمقدمه برامج وكعارضه ازياء. اليوم غتجي عندنا هذه الممثله هذه غتفتح لنا قلبها وغنتعرفوا عليها اكثر، ولكن قبل ما نستقبلوها دائما كنستهلوا البرنامج بالبراءه، نستقبلوا تحت تصفيقاتكم ريم. اوه اجي ريم، تصفيقات على عفاكم. شفتك من قبيله وانت باغا تمشي لهيه، كيفاش قضيتك؟ لاباس عليك؟ لاباس. شنو سميتك؟ ريم. شنو كنيتك؟ ريم السحاني. شحال عندك من عام؟ كسنين. شنو هي؟ كسنين. شنو هي؟ كسنين. لا شحال كسنين. كسنين. دابا شحال؟ واش عندك هادو ولا هادو؟ هذا. انا فرحان اللي جيت عندي اليوم. وانت انا فرحانه. والله الا نهار كبير هذا، سعداتي بك. قول لي مع من جيتي اليوم؟ مع بابا وساره. شكون ساره؟ وساره اختي. وانت مالي انا كنعرفها؟ فين هي ساره؟ فين هي؟ فين هي؟ راحت اختي. الله يلاك كلشي زين بعدا. ياك انت فرحانه اها ناشطه اها اليوم؟ بغيتي نحيحو؟ اها. شنو هي نحيحو؟ وهي سنطحو. واو. دابا انت في اين برنامج دابا انت؟ برنامج هو انا كاينه في عند رشيد شو. برافو عليك. قول لي يا حبيبه، فين كتسكني؟ فين؟ كنسكن في الشارع. فين كتسكني؟ في الشارع. في الشارع حدايا. واحدة مول الحانوت واحدة مول الهري. والهري وشنو سميتو مول الحانوت ديالكم؟ سميتو سعيد. سعيد؟ ايه. شنو كتبغي انت تشري من عنده؟ شنو الحاجه اللي كتعجبك؟ نشري منه مسكة وشي حاجة أخرى. تيكريديك هو شويه؟ وحامل اللي كيكريني بالفلوس. حميد اللي تيكريديك هاكاك. وحميد شنو كيدير حميد؟ تو كنت تخمن عدو. على انت قد هكا وكتسخري؟ وصغيرة كنت تخصها في بوحدها ممكن تمشي معايا اختي وماما. بوحدك؟ ما بوحدي. تخافيش توضري؟ لا نمشيو الدار ما يشوفني حتى واحد هنا. ما يصفرك حتى شي شفار؟ لا ولا شي نهار شي شفار خداك بحالك وداك؟ وكنت نازل انا كنحمل انا راه كنحلم كنت نازل. كتحلمي كنتي ناعسه؟ ايه. كيفاش ما فهمتش؟ كنحلم شو اللي شفرني ولا ضربني. كتحلمي؟ ايه. ولكن في الحقيقه؟ وفي الحقيقة كنحلم. بارك الله. عرفتي جيتي اصورتي مع الكراسه مع لي فوتوي. وكاين كاميرا بعدا كاين شي واحد كيصورني.
كاينين كاميرات، راه هو كاميرا لهيه، راه هو ورايا كاميرا الفوق. وراه هو كاميرامان اجبلي، راه هو لهيه، شتي راه هو، عرفتي هذاك. وكرسي دابا كرسي دابا واش كرسي دري؟ كيفاش؟ واش كرسي دري؟ هيا ناري. معاه. ومن بعد نجلس في كرسيك. من بعد فين تجلسي؟ ومن بعد نجلس في كرسيك. علاش تجلسي في كرسي؟ اش بغيتي ديري فيه؟ انا نخدم. تخدم. لا لا. وبعد عسى ركبت هذيك الدريه وانا ما عادتش عليه باش انا جلست هكا ونتفرج فيها. ها صافي. دابا انت تفرجتي في البنت اللي قدمات، وانت بغيتي تقدمي. كان والله ما نرد عليك في وجهك، زيدي يلا سبقوا على عافاكم. ما نعرف نقطع. طلع. ايوا. باش كتحسي دابا؟ وبعد ما لبستي جلابه باش انا نقدم. وتحيد هذاك النضاده. وتحيد هذاك النضاده. شنو ندير؟ تحيد هذاك النضاده. ها هما تلبسيهم انت؟ لا انا اللي نلبسهم. شكون؟ النضاده. سي انت؟ ايه. ها هما سبقوا على عافاكم. يلا. شي قطعه حوليه. شي دماغي حوليه غتهرس. وانا انت اجي باباك فين بقى باباك؟ وهي فين هو؟ جالس. فين جالس؟ قلت هي. وماماك فين هي؟ ماما في الدار. ماما عند مي. امي لاله. شكون اللي عزيز عليك بزاف، باباك ولا ماماك؟ صراحه الصراحه بلا كتب. واخ. شكون اللي عزيز عليك بصراحه؟ بابا. بابا. غير حيت هو هنا. راه ماماك تسمعك. شكون اللي عزيز عليك؟ بابا هنا. ماماك حتى هي راه جالسه اللور. شكون اللي عزيز عليك كثر، باباك ولا ماماك؟ ماما. باز. والله لا باز. وانت ليه باص؟ علاش باز؟ واصلتيني. دابا انا موت ستة. مالهم الشم بحال هكا يضحكوا عليك. خليهم يضحكوا. ومالهم؟ زين عليا. زين عليا. يا سلام. وانا وانت عزيز عليا. قداش عزيز عليك هذا؟ بدوك. فهمتك. تجي لبلاصتك ولا تبقى تما؟ نجي بلاصتك. صافي تجي لهنايا. يلا تصفيقات عليه. شوف الجمهور، اول مره كنشوف ناس بعقلهم كيتفرجوا في طيور الجنه. انا كنت تفرجت جنة وقمر. بصح حافظه شي اغنيه زوينه؟ ديالها غني نسمع. قاسي الوليدة ما بك بدا بشي أي وحدة ما يكونش سهل. هذه كيديروها في طيور الجنه هذه. لا كدوا على سعد مجرد. كدوا على سعد مجرد. انا تسحبني تسمعي هذه الاغنيه في طيور الجنه. لا يقول اش من اغنيه كتجي في طيور الجنه. كتجي بابا جاب لي بالو. لا غنقول لك واحده زوينه تدوز طيور الجنه.
ماما جابت بيبي بيبي حلو صغير يا وانا مصطفي دري صغار بدو يري صغار وبنيه وهو صغير غني. دابا قولي لي يا حبيبه، دابا عندنا واحد الضيفه. يا ويلي على حبيبه. وبعد نقول لك حقيقة أخرى. دابا منك المكيش كيخرجوا لي الدموع. سيري الله يحجبك يا بنيتي. انا قلت لك حبيبه ديالي، انت بحال بنتي صغيره. ويلي لا حبيبه. ايوا شنو بان لك نقدموا واحد الفنانه مغربيه مشهوره، قدمت بزاف ديال الاعمال تلفازه في السينما. شنو بان لك نقدمها انا ولا انت؟ أنا. انت تقدميها. يلا تفضلي، يلا زيد. اهلا، يلا تفضلي قدميها. اليوم نقدم واحد أغنية. فنانة ممثلة واحد ممثلة، هاي الكاميرا ديالك. واحد ممثلة فنانة بزاف بزاف بزاف. شنو نقول دابا؟ استقبلوا معايا. لا واحدة أخرى. زينب عبيد. برافو. الضيفة ديال حلقة اليوم مشاهدينا هي فنانة مغربية تألقت مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. هي ماشي فقط فنانة، هي دارت عروض الأزياء، وأيضا دارت تقديم، ودارت أيضا تمثيل، ودارت بزاف ديال الحوايج اللي غنعرفوهم اليوم إن شاء الله. استقبلوا معايا تحت تصفيقاتكم الفنانة زينب عبيد. زينب عبيد. زينب مرحبا بك. الله يبارك فيك رشيد، وشكرا على هذه الدعوه. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين اللي كيشوفونا في قناه ثانيه وعلى الحضور اللي معنا. زينب عبيد اللي تعرف عليك الجمهور من خلال مجموعه من الاعمال السينمائيه والتلفزيونيه، وعندك واحد المشوار حافل تبارك الله فيه بزاف الحوايج، درتي بزاف الحوايج، تمثيل، عروض الازياء، التقديم. اليوم غادي نلخصوا لك هذا المشوار ديالك في واحد البورتري اللي غنخلي الجمهور يشوفوا حالا. نشوفوه جميعا. يلا. ضيفتنا لهذه الحلقة هي فنانة زوينة قلبا وقالبا، كيلقبوها بسفيرة الجمال المغربي. هي من مواليد مدينة الدار البيضاء 1985، ممثلة، عارضة أزياء ومنشطة برامج وطبيبة ديال التجميل. بغيت نقول سفيرة في ماركة عالمية لمستحضرات التجميل. ضيفتنا من صغرها زعمة، عندها 13 عام وقفات قدام الكاميرا، ومع الوقت ولات قضيتها قضية وقالت هذه التوبة. كيفاش؟ واخا هكاك ضيفتنا بقات متعلقه بالتجميل ورجعت للصالون، وخرجات من الصالون ودخلات وسدات عليها البيبان. من بعد ضيفتنا حلات الباب وخرجات كتقلب على المهدي المقطوع من شجره. الايام تمشي وتجي وانتي غايبه. هادشي كاين كله كاين، وشكرا على هذا التقديم هذا. الا حاجه وحده، أيوة. عروض الازياء انا دائما كنقولها فين ما كندير شي انترفيو كنقول لهم راني ما درتش عروض الازياء، ولكن درتي صور هذه غير شنعه المجلات واحده غير صور كنت درت في واحد الفتره، كنت درت صور في بعض المجلات يمكن اللي الطوله ديالك هي اللي كتخليهم يقولوا هادشي. ما عرفتش،
ان توكا ما عمري ما درت عروض ازياء، درت صور في بعض واحد الفتره من حياتي كيف ما قلت لك. ما كنحسش براسي زعما ماشي ما نقدر نعطي شي حاجه، ما كنرتاحش. انا ديجا في الاصل ديالي ماشي ما نقولكش خجوله، مي كنحشم هذاك البوديوم غادي جاي كلشي كنشوفك كتجيني شويه دابا المغاربه كلهم كيشوفوا ولا راه كنصوروا حنا بعدا قبل داكشي ماشي. مي ما كنرتاحش، ما عمري جربت انني ندير لي ديفيلي وما كنظنش انني شي حاجه غادي نرتاح فيها. زينب عبيد مرحبا بك مره اخرى، الله يبارك فيك. ونهار كبير هذا. شكرا، نهار كبير بكم كاملين. اش كتجيك نبيله عبيد؟ والله العظيم لا بنت عمي، والله العظيم بنت عمك. هذا سكوب نبيله هذا. عبيد. نبيله عبيد، الفنانه نبيله عبيد. كنحيوك تبارك الله عليك. خويا سميتو نبيل، أها. دونك نبيل عبيد، وعندي بنت عمي سميتها نبيله عبيد. ماشي الفنانه؟ لا 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 واش كتحلفي بلا بنت عمك؟ وراه بصح قلت لك والله بنت عمي، قلتي لي نبيله عبيد. وتهضر على الفنانه انا. لا لا لا. زينب عبيد، هذا اول مره كتهضري معنا في البرنامج. اليوم نبغي نتعرفوا عليك اكثر، نتعرفوا شكون هي زينب عبيد. الا بغيتي تعطينا واحد الخلاصه على شكون هي زينب عبيد. واحد الانسانه بسيطه لواحد الدرجه ما تقدرش تصورها. يعني في الحياه ديالي اليوميه كنعيش حياتي عاديه، ام لواحد الوليد الله يخليك. امين. والخدمه ديالي كيف ما كتعرف حنا دائما تحت الاضواء وهذا دوك. مي اون فوا كنكون في الخدمه كتكون زين، بحاجه اخرى كنخرج من الخدمه كنولي زين بعاديه، الانسانه المواطنه اللي بحال كل المواطنين كاملين. زينب عبيد، باعتبار انك انت درتي تقديم البرامج، انا بغيتك تشوفي في الكاميرا ديالك اللي قدامك، وبغيتك تشوفي في الكاميرا وديري تقديم لراسك. يعني بحال كتعرفي واحد الشخصيه، وفي هذا التقديم ديالك تعطينا شي حوايج اللي عندهم علاقه بشخصيتك. اليوم معنا مثلا واحد الفنانه، ما يمكنش نهضر على راسي. لا، اليوم معنا واحد الفنانه كدير بزاف د الحوايج، ولكن في الاصل هي خجوله كذا. ديري تقديم لراسك. متفقين زينب؟ يلا تفضلي. سي بون. مساء الخير ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم، البرنامج اللي كتتابعوه كل اسبوع. اليوم خصنا لكم حلقه متميزه، معنا فنانه اللي كتعرفوها جميع، عندها بزاف دي كاسكيت كيف ما كنقولوا. نخليكم تعرفوا على الشخصيه ديالها الهادئه والخجوله من خلال حلقه اليوم. قبل ما تدوزي للتمثيل طبعا تعرف عليك الجمهور من خلال مجموعه من البرامج، من بينهم البرامج اللي كتعنى بالجمال المرأة. الجمال المرأة، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال النساء تعرف اكثر على زينب عبيد. شنو هو اول برنامج قدمتي؟ واول برنامج كان على كيدوز في القناه الثانيه، اللي ما عنده حتى شي علاقه بالجمال. عنده علاقه بالخيوبيه؟ لا، ما عندوش علاقه بالخيوبيه. عنده علاقه بلي جو دوازاغ. اييه. الا عقلتي كان واحد البرنامج كيذاع كل الاربعاء في العشيه والسبت في العشيه. دوك كنديروا لو تيراج وكيذاع على القناه الثانيه. ما كنتيش كديري تقديم؟ لا، كنت كندير التقديم، ستادير انا اللي كنت كنكون حاضره ملي كيطلعوا داك لي بول وهذا. دوك انا اللي كنعطي الارقام اللي كيربحوا. الرقم الرابح هو 10. والله يلا لعبوا 10. ما عرفتي. زينب عبيد، غادي نخلي الجمهور يزيد يتعرف عليك اكثر من خلال مقتطفات من الاعمال اللي قدمتيها، السينما والتلفزيون، ايضا البرامج في هذه الصور. ورجعوا. مرحبا. فقرة غروكين ديال هذا الاسبوع معنا مشاركه اللي غادي نساعدوها في تغيير اللوك ديالها. كل مره غادي نجي نطلع لكم باش نتكلم لكم على الجديد ديال مستحضرات التجميل وشنو اخر التقنيات اللي كاينين في هذا المجال. ما تبهاتش دغيا تدوم لمده طويله، والاهم من هذا الشيء كله ما تنشفش ليا شعري. Il me harcèle, il me fait du chantage. وانا كرهت اش غنديرو؟ كاع البيبان دقينا وما كاينش اللي كيعطيك شي حل. يا ليت بنات اسرار. شوفي ما تديهاش فينا ورخيفة النفس. الايام تمشي وتجي وانتي غايبه. دونك مشوار تبارك الله حافل بالعطاء. فين كتلقى راسها اكثر زينب عبيد؟ واش في تقديم برامج ولا في التمثيل؟
ما يمكنليش نقول لك كل حاجه ومختلفه على الاخرى. في التمثيل كيتعطيني الفرصه انني نعيش دي سيتوياسيون ودي بيرسوناج اللي يمكن في حياتي ما يمكنش لي نعيشهم، وشي حوايج اللي ما كنتصورش انني شي نهار غادي نعيشهم. بالنسبه للتقديم كنحاول نكون انا نيت وباش نتقرب من الناس اكثر ونقدم لهم شي حاجه. ما يمكنليش نقول لك زعما واش نختار هكذا ولا هكذا. دابا انت في البرنامج اليوم معنا واش انت نيت؟ انا كنحاول اني 100% نكون انا زعما الناس اللي كيعرفوني غادي زعما ما كاينش تصنع ما كاين والو. لا هكا كتهضر هكذا. واحد السيد راه جالس مع الجمهور ليه واش معاك ولا ماشي معاك؟ فين كيصفق بزاف ياك ملي دخلتي هو كيصفق من نيته. شكرا. اللي قلتي دابا اي حاجه قلتيها قول لي شي حاجه. شي حاجه ها انت شوف هذاك فان ديالك شي معاوننا فان ديالك. الجمهور تعرف عليك زينب ايضا من خلال واحد السلسله اللي لاقت نجاح كبير اللي هي سلسله المقطوع من الشجره اللي شافها الجمهور في دوزام واللي حققت نسب مشاهده كبيره. هذه السلسله هذه خلات الجمهور يتعرف عليك بدور يمكن اول مره كتقدميه مختلف تماما على الادوار اللي قدمتي قبل. عاودي لي التجربه هذه كيفاش عشتيها وشنو زادك في مسارك الفني؟ هاد التجربه هذه علمتني بزاف د الحوايج. هو اننا كيف ما قلتي مختلفه على التجارب اللي سبق لي ودرتهم. لي تورناج ان جينيرال كيكونوا صعاب، ولكن هذاك التورناج كان صعيب بزاف. علاش؟ حيت هذاك الدور اثر فيا في النفسيه ديالي وحتى في فيزيكمون عييت، حيت كل نهار كنا تنصوروا خصهم يديروا لي ماكياج سبيسيال باش غادي خصني نتوسخ ونبان حمقانيت والشعر مشعكك ولي بودغ سكيفي كان كتجي ماكيي كيوسخوك. لا كنجي ماشي ماكيي، كنفيق من دارنا كنمشي عندهم كيوسخوني كنرجع لدارنا موسخ. لا الدور كان بان الدور كان مختلف، مولف الجمهور دائما كيشوف مختلف على داكشي اللي كيشوفوني في البرامج ولا ديما لابسه مزيان وهذا فوالا. ولكن التمثيل ماشي غير ديما خصني اجي نزين وكون قادوك وباني زوينه وباني لا. فدور اللي كيف ما قلت لك علمني الصبر وعلمني بزاف د الحوايج وعشت شي حوايج كيف ما قلت قبيله ما كنظنش انني في حياتي شي نهار غادي نقدر نعيشهم، مي مالوغوزمون كاينين بصح نيت الناس اللي كيعيشوها في هذيك الظروف القاسيه بحال هكذاك. دوك قربتني من المعاناه ديال هذوك الناس، وكنظن ان الناس تيقوني ملي درت هذاك الدور، حيت ملي كنتلاقى هكا الناس في الزنقه كيقول لي وحرام عليك شحال بكيتينا، حرام عليك شحال تكرفسوا عليك هذوك الناس. الوغ كي الله يعمرها دار سعيد باي وفاطمه الزهراء بن ناصر ما عندهم حتى شي علاقه بهذاك الدور اللي قدموه. بالنسبه لك انت شنو هو الدور اللي حسيتي بانه وصل اكثر للجمهور في هذه الادوار كاع اللي قدمتي لحد الان؟ اللي وصل بزاف للجمهور يمكن لي نقول لك بوتيتر الدور د عيشه، بوتيتر هو حتى الخلف الابواب المغلقه تلقات بزاف ديال الناس وبزاف السيدات، حيت موضوع اللي كيقيس السيدات في العالم كامل اللي هو التحرش الجنسي. دونك كنظن ان هاد جوج الادوار هما الادوار اللي كيون فريمون ماركي الناس اللي تفرجوا فيهم. نعم، على ذكر الابواب المغلقه هو فيلم طبعا اللي شافوه الناس في السينما، فيلم اللي كيهضر كما قلتي على هذه ظاهره ديال التحرش اللي متفشيه ماشي غير عندنا في المغرب ولكن كاين في مجموعه من الدول في العالم كامل. انا بغيت نمشي معاك في هذا النطاق هذا ونهضر معاك على التحرش في الميدان الفني. واش كاين تحرش في الميدان الفني؟ كاين 100%، زعما يكذب عليك شي واحد يقول لك اللي ما كاينش، ولكن كما كنقولوا بلو لونغاج ديالنا الواعره هي اللي غادي تعرف تحط دي باريير ودي ليميت بينها وبين الناس يعرفوا داك ما خصكش تفوت هذوك لي ليميت. اما التحرش كاين في اي ميدان، لا في الدومين ديالنا ولا تخرج غير في الزنقه فين ما مشيتي اي دومين فيه تحرش. تعرفتي التحرش زين في الميدان الفني؟ في الميدان الفني بصراحه وي التحرش بعدا راه كيتعرضوا ليه حتى الرجال، ماشي غير السيدات. كاينين سيدات اللي كيتحرشوا بالرجال زعما ماشي كاين هذه القضيه متاكده بيان سور كاينه بيان سور كاينه، زعما ماشي انا هنا باش كندافع كنقول لك لا غير المراوات مساكن اللي كيتعرضوا لهاد، لا حتى الرجال حتى هما كاينين اللي كيتعرضوا للتحرش. حتى الرجال تيتعرضوا للتحرش. واش بصح تعرضتي للتحرش في ذاك الفيلم نيت اللي تيحارب التحرش؟ شكون قالها لك؟ ما نقدرش نعطيك المصادر ديالي. شكون قالها لك؟ المهم وصلتني الخبر.
نقول لك انا اخر حاجه طرات لي هذه يومين. كنت طلعت للرباط ومعايا اختي في الطوموبيله في لوطوغوت. هادشي راني ما نازله من الطوموبيله، السيد ما شافنيش لابسه، ما شاف حتى شي حاجه. خرجنا، دخلت لاستاسيون، خرج من لاستاسيون هو جاي حتى هو، دوك وقف خلالي الطريق منين ندوز لوطوغوت كلها وهو جاي من مورانا. كود فار كود فار كود فار، اشنو بغا داك السيد ما نعرف، وانا كنقولها من هنا باش حتى لا شافني وسمع هادشي اللي كنقول راه يقدر يتسبب في كسايد مثلا. سي فغي. مورايا كود فار شويه كيدوبل تيجي قدامك شويه، يعني راه فين ما مشيتي لبستي ولا ما لبستيش. انا كنقول لك جالسه في الطوموبيله، السيد ما شاف حتى شي حاجه، شاف غير راسي من هنا وراس اختي. يعني داكشي كيبقى في العقل، ما كيبقاش في شنو لبستي ولا اشنو درتي ولا التصرف ديالك ولا هضرنا على الادوار اللي كيتقترحوا على الفنانات. زينب عبيد، شنو هو الدور اللي ما يمكنش قبل انها تأديه؟ شوف، هما الادوار كاملين يمكن لك ديرهم بطريقه سوبتيل. الجمهور ولا تيلمون انتيليجون، ما خصكش توريه شي حاجه كرو 100% باش يفهم اشنو بغيتي تقول ليه. ولكن يعني ماشي ولا بد توري شي حوايج غراتويتمون. ما بغيتيش تجاوبيني، كتهربي بزاف من الاجوبه. ما كنجرب، انا بغيت نقول لك والله شي واحد كيعيط. هذا هو اللي غيسولني السؤال اللي من قبل وانا كنتهرب عليه. يلا الو، هاك خويا رشيد دوز يا زينب ودو معاه. هيا هنا اختي زينب حصلتي، علاش راه من رمضان وانا باغي نسولك. قالوا لي كتعرفي تمثلي، تعرفي ديري داكشي ديال عرض الازياء، لا كتعرفي تجميل ايستيك، تعرفي تقدمي، هادشي كله كتعرفي ديري. وليني واش تعرفي تعجني؟ طيب لمن من خليتي؟ يلا تعرفي تهوري، ها الزينه كاين والحداقه، انا ندوي معايا الحداقه. زيد والله العظيم زعما ماشي والله العظيم لا حادقه. اشنو؟ حادقه والله العظيم لا حادقه. دايوغ دزت في واحد البرنامج من بين التحدي اللي عطاوني انني خصني نصوب الخبز، وعجنت وصوبت الخبز. كتعجني؟ عجنت عجينه زعما كنصوب كسكسو، كنصوب حريره، كنصوب طاجين. عجنتي العجينه ديال الوالدين؟ العجينه ديال الوالدين. وري داك الشاش. هو ما ديهاش في الضفار وداك الشيء، راه قلت لك راه في خدمه والدار حاجه اخرى. واخا زينب عبيد، بغيت نعطيك بعض البرامج ياك، الصور ديالهم، وبغيتك دير لي واحد التقديم صغير على كل برنامج، غير تقديم اولي، النشره الجويه. تفضلي. سيداتي وسادتي، اليوم غادي نشوفوا شنو هما لي بريفيزيون ميتيولوجيك ديال هذا الاسبوع كامل. بالنسبه للناس اللي من البروغرام ديالهم انهم يمشيو للبحر غدا، فكنقول لكم انكم ما تمشيوش غدا، كاين سحب كثيفه على هاد المناطق اللي كتشوفوها كاملين هنا حداكم. يعني من الاحسن انكم تبقاو في البيوت ديالكم وتشعلوا لي شوفاج ودخلوا سوق راسكم. مزيان، برافو عليك. مختفون. شوف، عرفتي شكون المختفي؟ هو ولدك في المقطوع من الشجره. وانا مو زعما كنقلب عليه ولا مقدمه البرنامج؟ غنقدم البرنامج. مشاهدينا، اليوم معنا طفل اللي في الثالث عشر من العمر ديالو، خرج هذه اسبوع من البيت ديالو، كيقلب على العائله ديالو. الظروف اللي كانت صعيبه عليه وخارجه عن الاراده ديالو، فكان بلاتي مزيان عبد السلام. فينك عبد السلام؟ غنبكي، انا عرفت الشيطان عبد السلام. فهمتي؟ شوف تفيقات على السي عبد السلام. عبد السلام اجي هنا حدانا، اجي جلس هنا. يلا دغيا سي عبد السلام، تفيقات عليه عافاكم. يلا سير. وعليكم السلام. جلس. تفضل. لا ما دير والو. هاكاك. يا سلام، تبارك الله عليك يا سلام. سي عبد السلام، شوف كنعرفوا ان زينب عبيد تبارك الله ممثله،
واللي تقدر تقمص بزاف ديال الادوار، لعبات بزاف ديال الادوار في السينما والتلفازه. اليوم نعطيها تحدي معاك السي عبد السلام انها تبكي. المشهد اللي كيبكي فيه شي حد تيكون ماشي ساهل، خصو خدمه وخدمه وخدمه. اليوم غنحاولوا نحطوها في هذه الاتموسفير وتحاول تفكر شي حاجه ودير ان مونولوج من اختيارها كتحكي على شي واحد فقداته مثلا وتحاول تبكي اليوم مباشره من رشيد شو. وعطينا شي حاجه حزينه. يلا تصفيقات هرا اليوم عافاكم. تفضل السي عبد السلام مونولوج. واش نجي نضحك ولا شويه عليك تنكدوا عليا؟ لا حاشا حاشا. يلا بداو. نقدر نبكي بلا ما نهضر نفكر في راسي. بيان سور. باز لا برافو. لا والله العظيم فكرتيني بشي حاجه. اليوم دزتي مع واحد الاختبار يعني حيت ماشي ساهل. انت دابا في بلاطو ماشي في بلاطو ديال التصوير ديال وما واجداش، ورغم ذلك طيحتي الدموع وبوحاطيات الممثلات. الباطل هذا. شكرا سي عبد السلام ثقات. برافو. ودابا جيب لي غير كلينكس. زينب عبيد، واحد الوقيته تعرفتي بهذه القضيه هذه ديال التجميل، وان بزاف ديال الناس كيستشروا معاك بانهم سواء يبدلوا الستيل ديالهم ولا اللوك ديالهم خصوصا النساء. هذه القضيه هذه شنو اللي خلاك ما تستمريش فيها؟ ماشي ما استمريتش فيها، هو ديجا انا فاش صورت هذاك بعض الحلقات ديال زينزين كنت حامله، يعني صورت وانا حامله. واحد الوقيته ولدت ف كملنا من مور الولاده ديالي، ولكن كانوا ظروف اللي تحبس فيهم البرنامج فوالا زعما ماشي قررنا اننا نحبسوه بوغ اكس غيزون. عمرك ما فكرتي مثلا ديري شي برنامج ديالك هكا ديال الغلوكينغ وديال خاص بك مثلا؟ فكرت فيها وكنت صورت واحد لو بيلوت قبل ما نبدا زينيزين، ومن بعد كانت جاتني الفرصه ديال زينيزين، دونك بقى ان بروجي محطوط. شي ابيل هذا صافي عاوتاني واجده يلا. الو رشيد. نعم. شوف اخويا، نعم. والله ملي عرفتك اليوم عيطت لزينب، الا خليت الكليان ديالي خا اليوم مريم زغيبه وجيت نهضر معاك. مرحبا. شوف عندي لك واحد الدوسي خطير اخويا على زينب عبيد. عرفت شكون هي اختها؟ راهي نبيله عبيد. عندك تقول لك شي حاجه حافظه لها كلشي، عارفه اي حاجه كبيره صغيره عارفه انايا. وزدت واحد القضيه، كانت عشيرتي خدام معايا في الصالون وعقلت مابقاش عاقله عليا، نساتني صافي الشهره طيرتها، بقى عاقله عليا ماتها. واحد النهار اخويا حركت واحد الكليانه شعرها، شدت لها خويا التيكاباج حركت لها قصتها كامله، كتجبد خلات سيدها شعرها بحال المعزافه وداكشي ديال اللغه العربيه، فهمتي كيفاش؟ ولكن ماشي معايا، راه حافظه كوافوره هذه. شوفي زينب، نسيتي يا ماتك اختي؟ نسيتي ما الطون والحرور عرقت في مول المحلابه وبوكاديه، نسيتي هادشي كله. كنتي تجي تسلف مع ديال بوتشيش ما بديتيش كتبان في التلفازه، الشهره بدلاتك اختي. عقلي فيها، عقلي زينب، عشيرتك كادي. واخا عشيرتي واخا سالا الباتشينو. الا تشي نسيتيني انا عمري ما نسيت عشيرتي. شاو قلبتوا على هذه. شمالي هذه حافظه الكوافوره. جيبي لي الدواسه كاملين. كيفاش؟ ما يمكنش.
كنتي خدامه في شي صالون دو كوافور؟ لا ما كنتش خدامه في صالون دو كوافور. درت مسلسل صالون شهرزاد كنت دايره فيه كوافور زعما كوافوز، وكنا دايرين سميتو صالون شهرزاد، راه الناس تفرجوا فيه وكان داز في رمضان. مي انا عزيز عليا هذا الشيء ديال نصوب شعر وهذا دوك بعد هي قالت لك الشهره بدلاتك. واش الشهره بدلات شي حاجه في زينب عبيد؟ ما ديجا انا ما كنعتبرش راسي زعما ايك توت موديستي، زعما راه قلت لك قبيله خدمتي هي هادي، شنو غندير؟ خدمه كنديرها. تعتبر راسك ماشي نجمه وماشي مشهوره؟ لا مشهوره بزز منك، بغيتي ولا ما بغيتيش. انت كتشوفوك الناس في التلفازه كتولي بيرسوناج بوبليك، ولكن باش نقول لك انا نجمه ولا نجوم في السماء ياك ولا لا ما تكونش. لا شويه ديال نزلوا شويه الارض. مزيان. كتحاول دابا زينب تبين بانها متواضعه وبانها ماشي كنبين انا بحال هكذا. كاين بعض الفنانه اللي عندهم تحفظ على طريقه الشغل ديالك وعندهم بعض الانتقادات على طريقه الخدمه ديالك. ناس اللي اشتغلتي معاهم في الميدان بغينا نسمعوا الراي ديالهم فيك. نشوفوا الراي ديالهم في هذا الفيديو ورجعوا. يلا. زينب عبيد مع الاسف كممثله يعني كان خصها انضباط داخل الفيلم. فمثلا اننا الاصطدامات اليوميه اللي كانت معاها، مثلا انها ما كتجيش حافظه الحوار ديالها، انها كل يوم كتجي معطله. فاحنا اشاك فوا مع الفريق التقني كان كتوقع واحد المشادات، لان هي الوحيده اللي مثلا ما تخليش مولات المكياج صوب لها شعرها، ما مولات الملابس عندها يعني يكون نهار واحد المشكل كيخلق ما كنعرفش السبب ديالو. مع الاسف رغم كل المؤهلات ديالها فهي ما تصلحش يعني للتمثيل يعني بصراحه. ما خاصكمش تصفقوا. لا زينب عبيد هذا تصريح ديال المخرج عاهد بن سوده اللي درت معاه خلف الابواب المغلقه. شنو رايك في التصريح ديالو؟ مستحيل يقول هذه الهضره. عاشوا واش درتوا ليه. شنو زعما عطينا هي كل شي حاجه؟ مستحيل يقول هذه الهضره. واش ما كتقبليش انتقادات زين؟ ماشي ما كنتقبلش انتقادات، ولكن هادشي كله ما منو حتى شي حاجه. واخا وانا كنقول لك مستحيل. شوف اش درتوا ليه. نسمعوا التصريح ديال فنان اخر، فنان طارق بوخاري. يلا. زينب عبيد صديقه وممثله يعني الكاميرا كتبغيها من غير يعني باستثناء بعض لي ديتاي انها كتحكر على الماكياج، تفرض الماكياج، تبغي تفرض اللبس ديالها على المخرج، على الماكيوز، ولا المصمم الازياء ولا الكوستيمير. كتجي معطله يعني ما كتلتزمش بالوقت، يعني الحوايج اللي هما كون تحيدهم تولي احسن. ومشكل ديال الحفظ ديال انها تحفظ يعني التكست ديالها تكون مخيره، زعما الا تبعت هذه الخطوات هذه تقدر تكون منها الكاينه. شنو بان لك التصريح ديال طارق البوخاري؟ جاني زعما غريب هذا الشيء قال لكم انت اولا ما متواضعاش لانك ما كتبغيش تاكلي مع ليكيب، كتاكلي ماكلتك بوحدك، انك كتعطلي. هادو بجوج قالوا بانك عندك مشكل. كيفاش بغيتيني نتعطل وهما كيصيفطوا لك شوفير اللي كيجي يديك من داركم؟ وقال لك ما كتحفظيش، عندك مشكل الحفظ، الحوارات ديالك تتنسيهم بزاف. انا جاتني غريبه نسمع هاد الهضره، زعما واثقه من راسك، زعما واثقه من راسي لواحد الدرجه ما تصورهاش. هاد الهضره كلها ما مناش حتى واحد قد هكا صحيح. ياك لا والو. واخا حنا نشوفوا تصريحات حقيقيه ديال هاد الفنانين في هاد الفيديو ورجعوا. يلا. مساء الخير. مع ثانيا اقول في حق هذه الممثله المقتدره، فزينب هي يعني مثال ديال الممثله اللي تجمعوا فيه واحد المجموعه ديال المواصفات. نذكر منها الاستقامه، نذكر منها الانضباط، نذكر منها انها يعني في قمه الاحترافيه. فزينب عبيد يعني هي الممثله اللي كتحترم البلاطو، كتحترم الفريق التقني، كتحترم الاجواء ديال التصوير. تنوجه لها الف شكر وتنقول لها تبارك الله عليها والله يخلي لها داك الوليد ديالها. وتحياتي لزوجها، عندها واحد البنيته واحده اخرى اللي هي جنات. قول شي حاجه الا بغيتي. زينب. Bonjour, ça va? Moi ça va bien et j'espère que tu vas bien aussi. Et que tu souhaites travailler avec elle une deuxième fois. Oui. Allez, au revoir.
بنت حال زينب عبيدة راه كتجي في الوقت وكتحفظ الحوار ديالها ومتواضعة يعني وفنانة مقبولة مخلوقة، كتحترم الأصدقاء يعني العائلة الفنية كلها، لا تقنيين ولا ممثلين ولا فنانين، يعني واحد السيدة اللي محبوبة ومقبولة ومشهورة. وهذا الشيء راه كنا كنضحكوا في الأول. تحية لك زينب عبيد، تحية لكم كامل. قلتها لك قلت لك ما يمكنش ديك الهضره اللي سمعت في الاول يكون يقولها عهد، ما يمكنش يعني الاجواء ديال التصوير دازت زوينه بزاف، وكنشكرو ديجا على هذه الفرصه اللي عطاني دور بطوله في لون ميتراج ديالو. والفنان طارق بوخاري تا هو اللي طارق انسان مرح ديجا، هو يتمي عليز واخا ما تكونش عليز تيدخل في القلب، يعني كانت عندي تا هو مع تجربه زوينه في هادشي ما كاينش. لا كاين بعض الناس اللي انتقدوا الاداء ديالك في مسلسل ديال مقطوع من الشجره، وقالوا بانك بقيتي حبيسه الشخصيات اللي كنتي كتأدي شحال هذه، وانك يعني ما تقوش الناس بزاف في الشخصيه ديال هذيك السيده فريمون اللي عايشه في واحد الواقع مر، مازال كيبان فيك شويه ديال البرجوازيه. من حقهم كل واحد من حقه زعما يشوف شنو هو بان ليه في هذاك الدور، ولكن انا الحمد لله مقتنعه من الاداء ديالي، وكيف ما قلت لك فريمون تكرفصت على ود داك الدور، كنظن انني بالشهاده ديال الناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج، اللي كيتلاقاوني في الزنقه كيوقفوني كيقولوا لي بصح حني تفيقناك بكينا معاك، وكيبداو يدعيو في سعيد باي وفاطمه زهره بالنصر، الوغ كو داك الشيء غير تمثيل. فكنظن انني وصلت للناس، وكل واحد ما يمكنلكش تعجب كل شيء، هذه مستحيل ما يمكنلكش تعجب كل شيء، وانا كنحترم الراي ديال كل واحد. انت مقتنعه بالاداء ديالك؟ انا مقتنعه بالاداء ديالي. وكان معك طبعا في المسلسل الولد ديالك اللي ادى الدور ديال ياسين صواب. اي الفنان ياسين صواب، فنان موهوب اللي تبارك الله دابا غادي وتعرف عليه الجمهور في المسلسل وعجب بزاف ديال الناس. اليوم هو ضيف المفاجاه اللي حاضر معنا اليوم باش نهضروا معاه اكثر ونتعرفوا عليه اكثر. السويقات عفاكم حاره بزاف، الفنان ياسين صواب. برافو ياسين صواب. تبارك الله تبارك الله. سي ياسين مرحبا بك. الله يبارك فيك. اش نقول لك ياسين المهدي؟ اللي بغيتي. تبارك الله عليك. عرفتي تبارك الله التبوكيسه واللبس، انا اللي كنبان مقطوع من الشجره. الله الله ياك تبارك الله. والله الا نهار كبير هذا سي ياسين. فرحان عرفتي فاش قدمتك قلت الفنان ياسين صواب. الله يحفظك شكرا. تألقتي في المسلسل، عجبتي الناس في راسك؟ شكرا. ولاو عندك معجبين؟ والمعجبات؟ بزاف. ولاو الناس كيتصوروا معاك كاينه ياك؟ اكثريه الناس اللي كيتفرجوا في مقطع من الشجره كيجيو عندك كيقولوا لي خليتينا بالعشاء. بصح حق الله. عرفتي واخا زعما صغير في السن كان كيجي زعما واجد حافظ كل شيء، بعد مرات يجي يقول خالتي زين باجي نديرو ريبيتيسيون. على هي خالتك ولا امك؟ لا مو في الفيلم، وخالته في التصوير. كيقول خالتي زين باجي نديرو ريبيتيسيون. فريمون إلي اسيدو وعارف اش كيدير تبارك الله عليه. لا تبارك الله كيبان بعقلو تبارك الله. مهدي الناس كيعانيو معاك ياك؟ الناس عيشتيهم في الحزن فريمون. اكثريه الناس كيقولوا لي كنت بكينا في الفيلم بزاف وكنبقاو عايشين معاك. كاينين الناس اللي كيقولوا لي كيسحبونا نيت مقطع من الشجره. خرجت اشاعه في خرجوا الصحافه بانني نيت مقطع من الشجره. مسيو عبد الحي العراقي تحيه ليه اللي عطاني فرصه باش نخدم معاه.
كي قالوا بان جابني بانني واش جابني من الخيريه وتبنات لي عائله صواب، وهادشي كله كذوب. كل شيء كذوب. كلشي. برافو عليك. وسمعت واحد القضيه، واش بصح شي حد شي نهار طلب انه يتبناك؟ لا. ما كايناش هاد القضيه. شكون اللي قال لك؟ انت ما تسوقيش انا ما عرفت انا. وتبنيناه في الفيلم، كلشي مزيان. كان ولد كلشي. شكون هو الروبيو؟ روبيو انا. ياك نعرف لكم شكون هو روبيو. عرفني شكون هو الروبيو. روبيو هي باش بديت كنت داير واحد لاشين سميتها روبيو تيفي. اييه كنت كنعاود في هذوك النكات صافي تما باش بديت. بديتي يعني كان عندك شين في يوتيوب. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. انا معجب بك في راسك. انا معجب بك. الله يحفظك. شاف لي كبير نحضر معاك هنا. دنيا خداعة وجراح جايبة، الأيام تمشي وتجي وانتي غايبة، أمي الحنينة حياتي معذبة، مقطوعة من شجرة الرحمة غايبة. تحيه لفاطمه الزهراء بن ناصر اللي هي اللي غنت الاغنيه ديال الجينيريك. تبارك الله عليها. جميله. صوت رائع، الاداء والصوت تبارك الله. لا كي كتحس دابا وانت حدا ماماك؟ والله جي كنحس بها بحال ماما حق الله. اصلا بزاف الناس كيقولوا لي واش ماماك. ياك كيقولوا لي كتشبه ليك بزاف واش ماماك. وانت كي كتجيك؟ بحال ماما. مزيان. لا شنا تجربه زوينه وتبارك الله. ما عقلتش واش 3 شهور ولا 4 شهور ديال التورناج كتشوف الواحد كل نهار يعني، وانت كتمثل انا وولدك يعني فورسيمون واحد الوقيته بغيتي ولا ما بغيتيش راه كتدخلها لراسك. تماما. والمسلسل كنأكد انه لاقى نجاح كبير. الان دوزام كتعاودوا الحمد لله، ومازال كيحقق نسبة مشاهدة كبيرة. وتعاود ومازال دابا تيتعاود. هذه ما يتسالك. غادي نخلي خويا ياسين، غادي نخلي الناس يشوفوا مقاطع من المسلسل اللي اديتي فيه الدور ديال مهدي، نشوفوه في هذه الصور ونرجعوا. اوكي؟ فين صايب فين؟ شخبارك؟ لاباس الحمد لله. اش جاي دير؟ ساعد عمي تهامي. تروح الشباك ولدي، المده هذه ما جانا منه شي اخبار، بصح بغا يكون بخير. ملي با كيبغينا كيف ما كيقول لنا في البراوات، علاش سافر؟ علاش ما بقاش معانا؟ باك سافر حيت كيبغي. دابا المهدي اللي كنا تنقولوا ولدنا صدق عم لقط من الزنقه. انتي ماشي امي، با ماشي با، شكون انا؟ والدي. تبارك الله عليك. الله يبارك. مشروع ممثل رائع. دابا هذه القضيه هذه ما طراتش على الدراسه ديالك؟ هذه القضيه ديال كنلقى بعض الصعوبات، ولكن كان تحيه خاصه للاساتذه ديالي والمدير مدرستي اللي عاوني بزاف. سميتو كنت كيخصوني بعض الدروس، اما كانوا كيجيو عندي الاساتذه للدار وكيعاونوني، وانا صافي وكنت كنمشي ندوز الفروض ديالي وكنرجع. وكترجع دونك سي فري. حنا كنصوروا كان لي جور اوف ديالو، وكان ملي تيمشي للدار تيجيه استاذ اللي تيجي عنده حتى للدار كيراجع معاه هذاك الشيء اللي فاتو. يعني هو ميم طون كيصور وراد البال قرايته كيف ما قال، كان كيمشي يدوز الامتحانات في الوقت اللي خصو يدوزهم فيه. شحال جبتي؟ صراحه ما جبتش مزيان، جبت 12 وان شاء الله. ان شاء الله. وفي المسلسل شحال جبتي؟ شحال جبتي في المسلسل؟ 100%. هذه المره حاولت تختار وقيته ديال التصوير اللي يكون بعيده شويه على الدراسه باش تكون مزيان. خصك تكون مزيان في الدراسه هي الاول عاد شوف ياك. واخا كيك حد الان باقي كيجيو عندي اساتذه ديال الدار باش نعاود داكشي اللي كيفوت. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا خويا ياسين. زينب، كي كانت التجربه ديالك مع، لان فاش كتلعب مع ممثلين اللي محترفين وهذا كتلقى سهوله في التواصل، في الحوارات، في الالقاء. كيفاش كان التعامل مع ياسين؟ واش كان سهل التعامل معه مثلا مع الطفل هكا يلاه بادي في الميدان اول تجربه ديالو؟ الصراحه ما لقيت معاه حتى شي مشكل.
كيف ما قلت لك كانوا دي ريبيتيسيون قبل، وتبارك الله عليه كان كيجي، راه قلت لك كيجي حافظ الحوار ديالو قبل. كيف ما قلت لك بعد مرات يكون شي وقيته كيجي عندي كيقول لي خالتي اجي نمشيو اجي ريبيت اجي وعنده خوه اللي متابعو، يعني ماشي كان كيجي التورناج صافي، عنده خوه اللي حنا كنسلموا عليه مخرج دري الصواب، يعني عنده شي واحد في الدومين اللي موريه شنو خصو يدير قبل ما يوصل للتورناج، ضابط مزيان فوالا معلمو اشنو خاصو يدير مزيان. لا ما كان حتى شي مشكل. شنو تبدل في حياتك السي ياسين من بعد الشهره؟ تبدلت بزاف د الحوايج، وليت مشهور والقيمه ديالي زادت رفعات. ولاو كيبغيوني كاع الناس، وكانوا كيبغيوني الناس اللي كنعرف، ولكن دابا ولا كيبغيوني كاع الناس اللي في المغرب. الحمد لله الحمد لله. والاصدقاء ديالك، التعامل ديال الاصدقاء ديالك في المدرسه تبدل ولا ما تبدلش؟ هذا ما يتبدل. بحال التعامل مع الاصدقاء ديالك تبدل بزاف د الحوايج، بحال كان صاحبي واحد كلشي ولا باغي نولي صاحبه كلشي. ياك كلشي بلا كثروا عندك الصحاب دابا. ياك. وتحيه للوليدات بجوج اللي كانوا معنا حتى هما في المسلسل، اللي كان الاداء ديالهم متميز. زينب عبيد وياسين صواب، اجي نضحكوا معكم شي شويه دابا. نضحكوا بكيتيني نضحكوا شي شويه دابا خصنا نضحكوا وي، لان انا بغيت اليوم ترتجلوا لينا واحد المشهد هكا صافي، غنشوفوا مشهد حصريا دابا مع ياسين صواب والفنانه زينب عبيد. تصفيقه تحرى اليوم. زينب عبيد كما قلت لك غتدخلوا دابا في واحد المشهد ارتجالي، واي اوبجي غتجبدوه من الصندوق خصو يحيل لكم على شي قصه. الاوبجي الاول هو اللي غتبداو به القصه ديالكم، ولكن بغيت شويه بيرسوناج واحد اخر صافي بحال في العروبيه دابا انتم. يلا مشينا. يلا عرفتي امي هادي شحال حلف. اسكت تاع اسكت، التليفون فين ما تشوفوا لقاك هازو جالس في الركينه شاد دور الو ما عارفنيش انا كنخلص الفاكتوره. سمحيلي امي ديري يدك هنشوف واش غتجبد. هاكاك داكشي اللي بقالك. امي عرفتي شحال ضربت بهم حميد هادو. شكون هو؟ حميده صاحبي. هادشي اللي علمتك انا عاد تتبوني عباد الله. بلاتي يا بلاتي انت غتخلص العقل. اسكت قلت لك اسكت. هاك ما تلغج باش تلقى باش تبوني محمد. يلا كول عقلت على هادي امي اش كنت كندير له. ارى اللهن ارى القمر نطيب لك ما تجغدد. كنديروا الكاس ما نشربوش من فم البراد. ديما نقولها لك ما تشربش من فم البراد، سمعتيني؟ تمنا احنا امي في المدينه. اشرب من الكاس وما المدينه، احنا ماشي بحال المدينه. الله سوقه واش تاع بحال حنا شبو سكه. عقول ليا فين ما تشوف البيض تلاح عليه. ادوي النهار كلنا تابع الدجاجه تقلب على البيضات اللي كيبيضوا ما نلقاهمش، قلت هو مولاها. والخير كاين. الخير كاين الخير هي اللي سديتي فمك وشبعتي. نبيعوا دوك البيضات ونلقاو باش نشري حوايج اخرين. كاينه ولا ما كايناش؟ ولاد المدينه كيموتوا على البيض، حنا ما ناكلوش. كول حتى البيض، ولكن بالقاعده 5 في النهار. لا وهاء. بارك الله عليكم، برافو. بارك الله عليكم، برافو عليكم. اليوم بغينا نشوفوا الوجه الاخر ديال زينب عبيد. ما كرهناش نسمعوك اليوم كتغني. عمرك غنيتي في شي برنامج ولا في شي فيلم ولا مسلسل ولا في شي جامي؟ اليوم غيكون نهار حصري غتغني فيه زينب عبيد. واش نكذب على راسي؟ ما كنعرفش نغني، ما عنديش حلقه ديال الغناء. انا اليوم بغيتك تغني. وغني انت وحنا نكملوا معاك. صافي. شنو نغني اليوم؟
على بابي واقف قمرين، واحد في السما والتاني أغلى من العين، يفهم في الوما. على بابي واقف قمرين، واحد في السما والتاني أغلى من العين، يفهم في الوما. على بابي واقف قمرين. ايوه داكشي اللي كنعرف نتوما قلتي. المهم مشيتي تغنيت. زين بعبيد غادي تدوزي معنا دابا اصعب مرحله في البرنامج اللي بزاف الضيوف كيتهربوا منها ما كيبغيوش يدوزوا منها، هي فقره كرسي الاعتراف. مستعده؟ يلا تصفيقات حره على عافاكم. زين بعبيد في كرسي الاعتراف. زين بعبيد بصراحه الى جاك عمل مع 3 ديال المخرجين في نفس الوقت تقريبا بنفس الظروف، شكون هو المخرج اللي تختاري انك تشتغلي معاه في هاد المخرجين هادو؟ واش ياسين فنان، نور الدين الخماري، ولا عهد بن سوده؟ سؤال صعيب شي شويه، حيت المخرجين بثلاثه عندهم ما يتقال في هذا المجال. حنا تنعرفوا نور الدين الخماري كلشي تعرف الضجه اللي تيلقاو الافلام ديالو ولو سوكسي ديالها. عهد كذلك انا سبق لي وخدمت معاه وعجبتني الظروف الخدمه معاه. ياسين فنان مازال ما تحتنيش الفرصه انني نخدم معاه، يمكن لهذا السبب هذا نقدر نقول لك ياسين فنان، حيت مازال ما تعطاشيش الفرصه انني نخدم معاه باش نشوف حتى هو لا ديريكسيون داكتور ديالو كيفاش كتكون. فوالا هذا السبب ماشي شي حاجه اخرى. زين بعبيد الى جاك دور سينمائي وعطاوك الحريه في انك انت تختاري الفنان اللي تشارك معك البطوله ديال الفيلم، من بين هاد الاسماء اللي غتشوفي شكون هو الممثل اللي تختاري انه يكون معك في البطوله ديال هذا الفيلم هذا؟ واش انس الباز، امين ناجي، عزيز داداس، طارق البخاري، ولا عمر لطفي؟ كلهم ممثلين اللي داروا البصمه ديالهم في الساحه الفنيه، وكل واحد عنده المركز ديالو، يمكنليش نختار واحد فيهم. هاد القانون ديال هاد الفقره هذه ممنوع عرفت الجواب وممنوع هاد لغه الخشب هذه ديال طبعا ضروري غيكون عندك ما بين هادو شكون شي واحد اللي تفضلي انك تشتغلي معاه. في نظرك شكون اللي تفضلي تشتغلي معاه في هاد الاسماء اللي عطيتك؟ لا الهريسه ما غناكلش الهريسه. لا مي عزيز داداس، امين ناجي، عمر لطفي، انس الباز، ولا طارق البخاري؟ امين ناجي. زين بعبيد بصراحه شنو هو اكبر عتاب ممكن توجهيه لراسك؟ بعض المرات كنقصح راسي، نقصح راسي يعني نقدر نكون شي حاجه باغاها وظروف معينه ما غاديش ندير المجهود ديالي انني نوصل ليها، جوست باسكو درت في راسي نفس زايده. فوالا عندي نفسي زايده بزاف بلا قياس، وبعد المرات كترجع عليا، وديك النفس هي اللي كتخليني نقصح راسي في بعض الاحيان. شكون هو الشخص في حياه زين بعبيد اللي كتعتبره كاتم اسرارها واللي ممكن تبوح ليه بكل شيء وتعاود ليه كل شيء؟
الاخت ديالي، اختي، صاحبتي، اختي، كلشي. يعني نقدر نعاود لها شي حوايج اللي ما غاديش نقدر نعاودهم لاي واحد، وانا عارفه ومتاكده ان داكشي اللي غادي يكون بيني وبينها غادي يبقى بيني وبينها، ما غاديش يخرج حتى شي بلاصه اخرى. وإلا قدرت تعاوني راه غتعاوني، ما قدراتش بعض المرات بالعكس كتقول لي لا راه هاد الحاجه درتيها ما مزياناش، كان خصك ديريها هكا. يعني جو بونس هي الشخص الوحيد اللي نقدر نتقبل منه اي كلمه كيف ما بغات تكون. زينب عبيد. شكرا زينب، شكرا لك، شكرا على الصراحه ديالك. غادي ندوزو حالا الفقره ديال التحدي اللي فيه واحد المفاجاه بالنسبه لك، ولكن الا قدرتي انك تربحي هذا التحدي هذا، هادشي كامل غادي نشوفوه بعد الفاصل. زينب عبيد في تحدي صعيب، تحدي الخوف. زينب عبيد التحدي ديالك اليوم هو انك تجاوزي الخوف ديالك. حنا عارفين عندك فوبيا شويه من هاد الحيوانات. لا ماشي كلها. حنا اليوم عندنا لك واحد المفاجاه. هاد المشه هادي اللي مسجونه بهذا القفل، الا قدرتي تحلي عليها وتلقاي الساروت اللي محطوط وحده من هاد لي بوكال هادو، غتقدري تحلي عليها وغنعطيوك هاد المشه كادو. ولكن باش تحلي هاد الساروت هذا المهمه ماشي سهله. خصك تلقاي الساروت في وحده من هاد لي بوكال اللي كاينين هنا، خصك تقلبي مزيان. متفقين؟ ما متفقاش. تفيقات على زينب عبيد. متفق على هادشي. تفضلي بدايه يا زين. يلا. شوف انا حاسه مع غديروا لهنا 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 كاين وسط هاد الروينه الكحله. انا متاكده. تفضلي يا زين. وردي البال مع هذاك. فين هو؟ من قلبي، ولكن ردي البال مع كل حاجه. لا كيفاش ردي البال؟ غير ردي البال بشويه. بغيتي نبداو بهذا ظريف زويون، لا ما ظريف ما زويون. دور لهي، سير لهي، سير لهي. يلا الوقت ما عندكش بزاف زين. ندير رجولي وبقات تسارى معايا انت. لا هنا ما كاينش، هنا ما كاينش. لا هذا حيدو ما نجوش باغي يخرج. لا رشيد لا هادشي ما معناش. دغيا الوقت ما عندناش بزاف زين. يلا كيتحرك هذا الويل هذا. اجي لهنا. لا ياسين، لا هنا. لا انا راه ما غنقيسش الحناش. هو كيبان لي الساروت راه هو ها هو كيبان لي هنا، وانا الحناش راه ما غنقيسهمش. راه غياكلو ديال الصح. هيدا لا غنمشي من لهيها رشيد وغادي ناخذ الساروت من لهيها. انا شفتو. انا غنبعد هذا باش ما يعضوش ولا يولي عضني هنا. لا راه غادي ياكلوا، راه قلتها لك. لا صافي دابا صافي. يلا زينب، ما كاينش الوقت بزاف. لا مصيبه كحله. برافو، ما عندي ما يتسالك. ما عمري قصت حاجه في حياتي. عرفتي راه داك الشيء برافو بان عليك. بزاف. انا غادي نحلوا على هذه المشيشه هذه. لا من هنا. فوالا، ما كناش كاع محتاجين الساروت. خايفه مسكينه. خايفه منها. هذه هديه ديالك. فوالا. ميرسي. ما تخافيش، ما كتقمش. انت نقول له ياسين يشد هكا. ياسين انت شجاع ياك؟ واش انت خايف منها؟ لا راه طالع عليها الدم، مع كانت محبوسه مسكينه. طالع عليها الدم. هذه كتقول لكم تابعوني نهار الجمعه في رشيد. تبارك الله عليكم.
زينب شكرا لك. شكرا لك رشيد. شكرا لك ياسين، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. كان لنا شرف انكم تكونوا معنا في هذه الحلقه بارك الله هذه. فيك، الشرف كله لي انا نكون حاضره معكم مع الجمهور اللي معنا هنا والجمهور اللي كيشوفنا. تبارك الله عليكم، شكرا. ضيف ديال حلقة اليوم الفنان والسياسي ياسين أحجام. ياسين خلصك بالله، كيفاش بغيتي الناس يتيقوا في برلماني هو تحت الليل؟ الجمهور كيفرق ما بين الجانب المهني والجانب السياسي. تقبلوا معايا قدس جندل. رشيد على عليك. نعم. شكون حنا حرقت؟ لا ما ريح حرقته